صباح الفل عليكم، صباح الحلويات، صباح كل حاجة حلوة في حياتكم. بصوا بقى اعمال الملوخية من اولها لاخرها. بصوا يا حبايبي، انا كنت عاملاها في القناة ومخزناها معاكم. هوريكم الطريقة انكم تعرفوا تخزنوها في نفس الوقت تعملوها فريش زي ما انتم شايفينها جميلة كده. بصوا بقى، انا جبت الملوخية من بالليل، كنت غسلتها وقمت منشفاها على الحتة وحطها طول الليل، وقمت لفاها في الحتة كده الصبح ساعة ولا حاجة، وقمت قاعدة مخرطاها. حطها في اي حتة في قلب الشقة وهي هتعمل لوحدها من غير شمس ولا هوا ولا حاجه. ماشي يا حبايبي، طول الليل لغايه الصبح، وتقومي لفها شويه في الحته ساعه واحده بس، وتقومي قاعده مخرطه. بصوا بقى جمالها وحلاوتها ازاي، شفتم؟ قعدت خرطتها بقى لغايه ما بقت ناعمه وجميل. بصراحه المخرطه احلى من الكبه واحلى من اي حاجه تانية تخرطي بيها. المخرطه دي بتبقى جميله وبتخليها ناعمه وحلوه قوي. ماشي يا حبايبي، بصوا بقى هنقوم كايبين ميه وحاطينها فيها ميه من التلاجة عادي كده، من قصدي من الحنفيه، وحبه سكر ومقلبينها. دي اللي هنعملها في الفريزر، هنحطها في الفريزر. ماشي يا حبايبي، هنقلبها بقى ونقوم حاطينها في قلب اكياس. هوريكم بردك ان بحطها في اكياس شكلها ان شاء الله. لو وصلتوا لغايه هنا ما تنسونيش في اللايك. انا اسمي هند طلعت من ست الدار. ما تنسونيش في اللايك والشير، وتبعتوا لي كلمه حلوه كده من عندكم. الله يكرمكم يا رب ويكبر خاطركم. بصوا يا حبايبي، هنقوم مقلبينها زي ما انتم شايفين كده، حاطينها في قلب الاكياس ومبططينها كده عشان تبقى رقيقه وتفك معاكم بسهوله. لازم تبططوها كده وتطلعوا منها الهواء عشان خاطر تفك معاكم بسهوله. ماشي يا حبايب قلبي، ماشي. وبعدين هنقوم جايبين بقى التومه. انا ده اللي انا هخزنه في التلاجة تاني بقى، اكيد بقى في يوم اقوم تاني عاملاها بقى قدامكم فريش اهيت. بصوا، ملح وتوم، ملح وحبة سكر وتوم وفلفل وكزبرة ناشفة وحبة شطة صغيرين. بصوا بقى، تقيتها زي ما انتم شايفين كده وقسمتها اتنين، خدت نص حطيتها في الشوربة مع مرقة دجاج، وهنسيبها تغلي. لما تغلي شوية، شفتم؟ تغلي مثلا غلوتين 3 كده. هنجيب بقى البتاع من الفريزر اهي. شفتم لونها جميل ازاي؟ عشان اعرفكم بس هي جميلة ازاي. بصوا بقى، هنجيب بقى نحطها في قلب الشوربه بعد ما غلت غلوتين 3 في قلب التومه، والتومه استوت فيها كده وبقت ريحتها حلوه وطلعت ريحتها مع الكزبره. هنفطر بقى نطلع ايدينا وننزلها كده عشان نعمل فيها عرق، عشان الملوخيه تعمل عرق وتشيل الكلكعه اللي في قلبها، عشان اول ما بتطلع من الفريزر بتبقى مكمته وبتعمل كلكعه بسيطه كده. الحركه بتاعت دي بتخليكي تخلصي من الكلكعه بسرعه، وفي نفس الوقت على ما تقرب تغلي تكون غلوه واحده بس. بس يا حبايبي، احنا بنغليها غلوه واحده بس. اول ما بتغلي بقوم شايلها من على النار زي ما انتم شايفين كده. هي ما بتغيبش في السوى الملوخيه، لازم تغليها غلوه واحده بس. انا باكد على الكلام عشان تعرفوا ان هي عشان الغليان كتير بتسود. ماشي، هنجيب حته سمنه فلاحي ونقوم حاطين النص التاني من التومه اللي احنا عملناه، ونقوم حاطينها معلقتين كزبره، كزبره مش مدقوقه. ماشي يا حبايبي، ونقوم محمرينها كده ومخلينا لونها حلو، ونقوم حاطينها بقى وقاعدين مقلبين بالطريقه اللي انا بقول لكم عليها. نطلع وننزل كده عشان نعمل فيها عرق. مع الف سلامه يا حبايبي، ما تنسونيش في اللايك.